واللي ما يقولش ده يبقى بيشارك في الجريمه. ممتاز. الذي ايا كان كائنا من كان. ممتاز. لان الذي يرى جريمه وبعدين لا يدينها ويصمت، فالساكت عن الحق الذي هو إدانة هذا العدوان شيطان أخرس. ممتاز. ولا يتصور ممتاز. هذا. إذا كنت أنا أدنت العنف الكلامي واللفظي. أنا سألني واحد، والإخوان هكذا أو التحالف ما يسمى بتحالف الشرعية بيظلم بهذه الطريقة، لماذا لم تذهب إلى منصة رابعة التي لم أذهب إليها قط؟ لا تذهب إليها وتدين هذا. قلت له هذه منصة لا تمثلني، مع أنها ما كان كلها عنف لفظي، إقصاء وتكفير، وهذا أحد كوارث اللي ارتكبها قيادة الإخوان. أنت تحول منصة رابعة هذه من حقك تعترض، غاضب من أجل شيء بتعبر عنه سلميا بالمظاهرة بالاعتصام بكل ده، لكن أنت تحول هذه المنصة دي إيه ده مش دي رؤية الإسلامية ولا دي. والعنف اللفظي. وبالتالي أنا كان السبب الرئيسي لمقاطعة في هذه المنصة هو العنف اللفظي حتى. بعد كده فما بالك بقى من العنف المسلح. بعد كده لما حملوا السلاح ايا كان حامل السلاح. ايوه لا سؤال بس بسألك عشان دول كانوا يعني في زمن من الاوقات عشيرتك، ابنائك، زملائك. طبعا. طب لو قال حينما تحمل كلاشينكوف وتطلق به النار على من يقوم بحفظ الامن الشرطة، جريمة مكتملة الاركان، يجب ان يواجه من يفعل هذا ويقبض عليه ويقدم للعدالة. وده لا يمنع بحال من الاحوال ان ابننا ضابط الشرطة او ضابط الجيش الذي يطلق عليه النار مش هيقف يرفع الراية البيضاء. يعني دكتور عبد المنعم، الصورة تتحدث على انه ده كان من العمارات اللي عند رابعة، كان القناصة بيضربوا نار من فوق. اول شهداء في هذا الحادث بصرف النظر الدم المصري دم مصري، بصرف النظر هو مين من اي فريق من اي حاجة، بس اول شهداء كانوا 2 جنود وضابط من قوات الشرطة اللي كانت بتتكلم في الميكروفون وبتطلب من الناس انهم يخرجوا بشكل سلمي، وان هناك ممر امن ليهم. اترمى مولوتوف وابتدى اطلاق نار. انت كمواطن مصري، السؤال اللي هو السواد الأعظم من الشعب اللي يمكن ما يعرفش، أو ممكن بتقول بسبب التعتيم الإعلامي، موقفك إذا مورس العنف ضد الشرطة أو ضد الجيش يبقى شرحته قبل البتاع. هذه جريمة. وزير الداخلية كان أمين بعد فضل الاعتصام في تحديد الأسلحة التي وجدت، وهذه كانت خاطئة. خطيئة دي الخطيئة الثانية اللي وقع فيها إدارة الإخوان من وجهة نظري. إن هي الخطيئة الأولى هو العنف اللفظي والتكفير والإقصاء. طيب. اللي جمعوا حولهم جماعات وحركات كلها تكفيرية والألفاظ اللي اتقالت. والخطيئة الثانية اللي وقعوا فيها هو إن سمحوا لحامل السلاح أن يدخلوا زي ده عملوا دي خطيئتين وقعوا فيها. لكن ده الجريمة يا أستاذ عماد في القانون مواجهة المجرم لا يعطي حق للدولة أن تقتله، تقبض عليه. وأنا فرقت بقى. حضرتك دارس قانون. القانون الجنائي يا سيدي سنة الصادر سنة 1937 يقول، معلش أنا حافظه بقى دي، انه اذا كان يحمل السلاح في يده وهو ليس في حالة اشتباك تطلب منه انه ينزل السلاح. كل ده. اذا ابتدى يرفعه تنذره باطلاق النار. صحيح. اذا وضعه مواجهة تطلق عليه النار. اين بقى تطلق عليه النار؟ تطلق عليه النار فين؟ تقتله ولا تطلق عليه النار؟ هو القانون انا عارف كل ده.